هذا الديسير ما كاش كيفاش ما غاديش تجربوه. تحليه شابه وسهله وتتحضر في ربع ساعه. والحاجه المليحه تاني ما خلوهاش في الثلاجه، نقدروا نستهلكوها مباشره. جيبوا اي نوع تاع غاليطه عندكم، الكميه تختلف على حسب افراد العائله. نحطوا الغاليطه تاعنا في رحايا ولا اشوار ونرحوها حتى تولي رطبه. باش نكونوا صريحين، هذا النوع من الغاليطه ما يكونش بنين بزاف. على هذه قررت باش نزيد له حبه تاع بندق ونطحنهم معاه باش يعطيني هذاك الذوق تاع النوازيت. نطحنوا الخليط تاعنا حتى يولي رطب كيما موضح في الفيديو. نروحوا نجيبوا ريسيبيون نحطوا فيه الخليط تاع الغاليطه والبندق تاعنا اللي خدمناه، ونضيفوا عليهم ملعقه كبيره تاع مارغرين تكون دايبه وملعقه صغيره تاع لافاني باش تقلع لنا هذاك الذوق تاع المارغرين. ونخلطوا كل شيء مع بعض حتى يولي الخليط تاعنا مرمل. نحطوه بجهه ونروحوا نخدموا لاكريم تاعنا اللي غادي يكون فيها كاس تاع حليب يكون بارد ونص كاس تاع بندق. نحطوهم في ميكسر ونخلطوهم مع بعض حتى ينطحن هذاك البندق مليح. نحطوا الخليط تاع الحليب والبندق اللي خدمناه في ريسيبيون، نروحوا نحطوا عليه كاس غير شويه تاع شونتيي. الكاس اللي عبرنا به الحليب هو اللي نعبروا به الشونتيي، والحليب تاعنا لازم يكون بارد باش تطلع لنا الشونتيي غايه. نخلطوا كل شيء مع بعض بالخلاط الكهربائي حوالي 6 ولا 7 دقائق حتى نتحصلوا على هذا القوام اللي باين في الفيديو. نحطوا لا شونتيي تاعنا في الثلاجه ونروحوا نجيبوا الخليط تاعنا تاع الغاليطه والبندق ونبداو نعمروا فيه في لي فيرين. انا درت 2 ملاعق كبار في كل فيرين. ونجيبوا اي اداه اللي نقدروا نضغطوا بها على الخليط تاعنا باش نديروا اون باس كيما شفتوا في الفيديو. فوق هاد لاباس تاع الغاليطه نروحوا نديروا لاكريم تاعنا اللي خدمناها بعد ما نكونوا حطيناها في بوشادوي باش تساعدنا في الخدمه. نديروا منها طبقه تاع حوالي 1 سنتيمتر ونروحوا نديروا شويه تاع غاليطه تاني من الفوق. انا درت 2 ملاعق صغار في كل كاس. نعاودوا نزيدوا طبقه واحده اخرى من الكريمه، هذه طبقه تكون تاني تاع حوالي 1 سنتيمتر. ونروحوا نجيبوا كتانه ولا حاجه كيما هكا ونخبطوا عليها لي فيرين تاعنا باش لاكريم تولي مستويه. اخر طبقه واللي غادي تكون طبقه رقيقه هي كريمه الطلي هذه تاع كيندر بوينو، غادي يجي فيها الذوق تاع البندق. تما غادي نقعدوا في لو ميم كونسيبت اللي بدينا به في الاول. نسخنوا كريمه تاعنا باش تتمشى لنا باش نديروا واحد الطبقه تكون رقيقه. ميم هذه الكريمه نديروا معاها ميم اسيوس كي نخدموها ونكملوا نضربوها شويه كيما هكا باش تستوي معنا. صح نضربوها برفق على خاطر غادي تكون حاميه، نخاف تتخلط لي مع لا شونتيي. نروحوا نزينوها بخطوط رقاق تاع شوكولاته اللي غادي نكونوا ذوبناها. على كل حال طريقه التزيين تبقى اختياريه، انا ما نبغيش نحصركم في حاجه، كل واحد يزين كيما يعرف وكيما يبغي. هذه اللي نعطيها لكم انا مجرد فكره، في الاخير كل واحد يزين كيما يعرف. وكما قلت لكم في الاول، من تكملوا خدمه تاع هاد الديسير ماشي لازم ترجعوه للثلاجه، قادرين تستهلكوه كيما راه، ولكن من الافضل نخلوه على الاقل 2 سوايع في الثلاجه باش يجي بنين. هذا هو الشكل النهائي تاع الديسير تاعنا، نتمنى يكون عجبكم. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخلونا جيم كومونتير وابوني، وبارك الله فيكم. شكرا.